نيمار يقترب من حل أزمة برشلونة. الهلال السعودي يخسر أمام سان داونز وديا. كواليس مثيرة، الهلال يخسر معركة سعود عبد الحميد بسبب الضغط. وإذا كنت من الهلال السعودي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أخبار الهلال فور نزولها. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيمار يقترب من حل أزمة برشلونة. يلعب نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي دورا في حل أزمة لبرشلونة هذا الصيف، ويسعى برشلونة لإقناع فيكتور روكي بالانتقال إلى الهلال لمزاملة مواطنه نيمار دا سيلفا وتقليل فاتورة رواتب الفريق بالموسم الجديد. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، يخشى روكي أن يخسر مكانه في المنتخب البرازيلي إذا قرر الانتقال للدوري السعودي. وأشارت الصحيفة الإسبانية أن الانتقال إلى الدوري السعودي لم يعد يعني إغلاق الأبواب أمام اللعب مع المنتخب البرازيلي. وأوضحت دوريفال جونيور مدرب البرازيل قرر استدعاء اللاعبين من الدوري السعودي للمنتخب بعد أن كان نيمار دا سيلفا فقط المسموح له بهذا الأمر. وذكرت أن روكي إذا قرر مزاملة نيمار في الهلال سيحافظ على حلمه بإمكانية الانضمام للمنتخب واللعب في كأس العالم 2026، وهي أحد أهداف اللعب الشخصية. وكشف أن نيمار فتح الباب بعد ذلك لانضمام العديد من اللاعبين البرازيليين في السعودية للمنتخب، مثل ما حدث مع بينتو حارس أتلتيكو باراناينسي الذي استفسر من دوريفال جونيور إذا كان سيستمر في استدعائه في حال الانتقال إلى دوري روشن، وجاءت الإجابة بنعم. الهلال السعودي يخسر أمام سان داونز وديا. خسر الهلال السعودي أمام سان داونز الجنوب أفريقي بثنائية مقابل هدف البارحة الجمعة في مواجهة ودية جرت بينهما ضمن معسكر الفريق السعودي والمقام حاليا في النمسا. وتقدم سان داونز أولا في الدقيقة 53 عن طريق لوكاس روبيرو قبل أن يدرك ألكسندر متروفيتش التعادل للهلال سريعا من ركلة جزاء في الدقيقة 58، وليعود الفريق الجنوب أفريقي للتقدم مجددا عن طريق موديبا في الدقيقة 64. ودخل الهلال اللقاء بالقوة الضاربة وبتشكيل مكون من ياسين بونو، حسن تمبكتي، خليفة الدوسري، لودي وحمد اليامي وناصر الدوسري، محمد كنو، وكذلك أيضا سلم الدوسري وسيرجي سافيتش وميشايل وميتروفيتش. يذكر أن الهلال تتبقى له وديتان عن معسكره، حيث يلعب أمام فريق كومو يوم 29 من الشهر الجاري قبل أن يلتقى بالأودينيزي يوم 3 من أغسطس المقبل. يستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الأهلي في 13 من الشهر المقبل من قبل بذلك نهائي كأس السوبر السعودي بمدينة أبها. روما الإيطالي مهتم بالحصول على خدمات نجم الهلال السعودي. ترددت العديد من الأنباء الصحفية بشأن التطورات الجديدة في مستقبل سعود عبد الحميد لاعب نادي الهلال الذي يرغب في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ونوهت عن رغبة فريق روما الإيطالي في الحصول على خدمات سعود عبد الحميد خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ويضع روما اللاعب سعود عبد الحميد في قائمة أولوياته في الفترة الانتقالية الجارية. وبحسب ما نشرته الإيطاليا الموثوق على حسابه الشخصي على السوشيال ميديا، فإن الفريق الإيطالي دخل في مفاوضات رسمية مع الهلال من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب في الصيفية. وذكر جاليتي في تغريدة أن أستون فيلا الإنجليزي بجانب تولوز الفرنسي ما زال يرغبان في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية. والجدير بالذكر أن اللاعب ساهم في شكل كبير في سيطرة الهلال محليا على الألقاب في الموسم الكروي الماضي عقب تحقيق جميع البطولات الممكنة.